يمكن تكون كتقرا وكتبذل مجهود، ولكن كاين اخطاء بسيطه كتقتل الذاكره ديالك وانت بلا ما تشعر. الذاكره ما كتضعفش فجاه، كتضعف بسبب عادات يوميه كنعيشوها بلا ما نلاحظوا. الخطا الاول تعدد المهام، كتقرا وكتستعمل الهاتف وكتسمع الموسيقى، كتظن انك كدير بزاف مره واحده، لكن الحقيقه الدماغ كيضيع التركيز الحقيقي كيكون ملي كدير حاجه واحده فقط. الخطا الثاني الافراط في السوشيال ميديا، المحتوى السريع كيخلي الدماغ يتعود على التركيز القصير، ومع الوقت كيولي صعيب تبقى مركز في القراءة أو الدراسة. الخطأ الثالث السهر وقلة النوم ماشي رفاهية، النوم هو الوقت اللي الدماغ كيرتب فيه المعلومات. قلة النوم كتضعف الحفظ والتركيز وحتى المزاج. الخطأ الرابع التوتر المستمر، الضغط النفسي كيخلي الدماغ يركز على القلق بدل المعلومات. كلما كان العقل هادئ كلما كانت الذاكرة أقوى. والخطأ الخامس الجلوس بدون حركة، قلة الحركة كتأثر حتى على نشاط الدماغ. المشي والرياضة كيساعدوا على تحسين التركيز والذاكرة. رد البال تقوية الذاكرة ما كتطلبش تغييرات كبيرة، أحيانا غير تحيد عادات صغيرة كيصنع فرق كبير. قول لي في التعليقات شنو اكثر عاده كتحس انها كتضعف التركيز ديالك، وفي الحلقه الجايه غادي نهضروا على اسرار التركيز القوي.